عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قراية تك. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أريكم موقع فريدوم دوت ام. فالموقع يمكننا اعتباره بديل لجوجل أدسنس على اليوتيوب وليس على المدونات أو المواقع. ولمن يريد موقع بديل لجوجل أدسنس على المواقع، فسوف تجدون رابط أسفل الفيديو في الوصف الخاص بالفيديو. أشرح فيه موقع آد بانر العربي للإعلانات. فكما أشرت، في هذا الموقع يمكننا اعتباره بديل لجوجل أدسنس على اليوتيوب ومنافس له أيضا. فهو يقوم بنفس العمل ويمكنك من استثمار فيديوهاتك والربح منها. والميزة الجيدة في الموقع أنه يدفع على الباي بال، ليس كجوجل أدسنس. والميزة الأخرى التي يبحث عنها الجميع هي استثمار الفيديوهات المسروقة أو المنقولة. فأدسنس يمنعك من استثمار الفيديوهات التي بها حقوق الملكية، ولكن مع فريدوم يمكنك إعادة رفع الفيديوهات التي بها حقوق الملكية والاستثمار فيها. ولكن ليس جميع الفيديوهات، وهذا عن تجربتي الشخصية، بحيث قمت برفع فيديو على قناة بها جوجل أدسنس وتم منع الاستثمار بذلك الفيديو، ولكن قمت في نفس الوقت برفع الفيديو على قناة بها بها فريدوم، وتم قبول ذلك الفيديو والاستثمار فيه. فأنا كنت أريد وضع شرح للموقع منذ مدة، ولكن أردت تجربته والتأكد من مصداقيته. وبالفعل فالموقع يدفع لك بدون مشاكل. كما أن طلب الاشتراك مع الموقع هو سهل للغاية عكس جوجل أدسنس. فالموقع وكذلك الموقع يعطيك 60% من الأرباح التي قمت بجنيها، وهو مبلغ جيد للغاية. ويتم دفع الأرباح بعد شهرين من التسجيل، وليس هنالك حد أدنى للدفع. حتى لو ربحت دولار واحد فسوف يتم دفع ذلك الدولار على حسابك على الباي بال. إذا الآن سوف أريكم طريقة التسجيل في الموقع والاشتراك فيه. إذا للتسجيل نضغط على بارتنر ويداس. بعد ذلك سوف نختار القناة التي نريد التسجيل أو ربط فريدوم معها، ثم بعد ذلك سوف نضغط على Accept. بعد ذلك هنا يوجد العديد من القنوات، يجب علينا ملء هذه البيانات: اليوزر نيم الخاص بك والكاتيجوري وتاريخ الازدياد. كما تلاحظون هنا 60%، يعني قابلة للزيادة. فربما تصل إلى 80% نسبة الأرباح. هنا تختار الدولة، سوف أختار المغرب. ثم بعد ذلك تختار اللغة، استعداد الإنجليزية. وفي الأخير في الخانة الأخيرة سوف تقومون بكتابة الشيء عنكم كيفما كان، أي شيء، فقط أي شيء تكتبونه فهو مقبول. وفي الأخير نضغط على كونتينيو. كما تلاحظون هنا إما موسيقي أو بارتنر in the recorder. نحن سنختار بارتنر in plus recorder. وفي الأخير سوف نضغط على اتفاقية، I agree، اتفاقية بين يوتيوب وفريدوم، ثم نختار القناة مرة أخرى، وبعد ذلك نضغط على أكثر. والآن ما عليك سوى انتظار مراسلتك من طرف الموقع. إذا بعد ساعات قليلة من دفع الطلب سوف يتم مراسلتك من طرف الموقع وكذلك من طرف يوتيوب. فالرسالة التي تأتي من الموقع تخبرك من إذا ما تم قبولك أو لا. فإذا ما تم قبولك، وفي الغالب يتم القبول، بالرغم من أن القناة ليس بها فيديوهات، شرط أن لا تكون هناك مخالفات على حسابك.
كما يزودك بكلمة المرور الخاصة بك، ويخبرك أيضا بأنه يمكنك إحالة أصدقائك والربح حديث مئوي من أرباحهم. والرسالة التي تأتيك من يوتيوب تخبرك بأنك طلبت الاشتراك مع موقع فريدوم. بعد ذلك سوف تتوجه مباشرة إلى القناة التي قمت ب آه، تسجلت بها. ثم تذهب بعد ذلك إلى داشبورد، ثم سوف تجد هذا الإشعار الخاص ب MCN فريدوم. بعد ذلك سوف تضغط على اقرأ المزيد أو أقرأ المزيد كما تلاحظون. بعد ذلك سوف تضغط على continue، ثم هنا I accept، ثم join network، ثم done. إذا كما تلاحظون فقد تم استكمال الاشتراك مع موقع فريدوم، ومبروك عليك الاشتراك مع MCN فريدوم. ولكن أريد التحذير من بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الأشخاص، وهي ربط قناة بجوجل أدسنس مع فريدوم، لأنه سوف يتم سوف تختفي أرباحك بجوجل أدسنس بالكامل من حسابك. أرباحك التي قمت بجنيها بجوجل أدسنس سوف تختفي بالكامل من حسابك على اليوتيوب. لهذا أحذركم من هذا الخطأ. نذهب إلى الشانيل. كما تلاحظون فMCN فريدوم الآن، فنحن الآن مشتركون ويمكن استثمار فيديوهاتنا الخاصة. الآن سوف إن ما أردت عدم أو مغادرة الشركة، أو إن ما أردت لم تعجبك فريدوم وأردت الانسحاب، سوف تأتي هنا وسوف تضغط على طلب المغادرة أو الانفصال عن الشركة. سوف نضغط. كما تلاحظون يقولون لك أن الأشياء التي يمكن أن تنتج إن ما قمت بهذا الأمر. ويتم إن ما ذهبنا إلى الموقع سوف تلاحظون هنا أنه إذا طلبت الانفصال عن الشركة سوف تحتاج إلى 30 يوما كاملة للانفصال عن الشركة بالكامل. الآن سوف أريك طريقة إن ما أردت إضافة قنوات أخرى بحسابك على فريدوم. إذا وبعد الدخول إلى حسابنا على فريدوم بإدخال البيانات التي قمنا بالتوصل بها، سوف تجدون هنا في لوحة التحكم يطلبون منك إدخال الإيميل الخاص بالباي بال. كما تلاحظون فهنا يطلبون منك الباي بال إيميل، وهنا سكايب هو اختياري فقط. كما أن هناك نظام النقط في فريدوم، فهذه النقط يمكنكم فهمها، أو سياسة النقط يمكنكم فهمها بمشاهدة فيديوهات فريدوم على اليوتيوب، فهي كثيرة تشرح لك جيدا سياسة الموقع وجميع الأشياء التي ربما تود معرفتها حول الموقع. بعد ذلك سوف ندخل إلى بروفايل. كما تلاحظون هنا مجموع الأرباح. ندخل إلى بروفايل. كما تلاحظون يمكنك إضافة قنوات جديدة، فإذا ما ضغطنا على Add Channels سوف يعطيك جميع القنوات، أو جميع القنوات التي توجد بحسابك على اليوتيوب إذا ما أردت ربطها. إذا كما تلاحظون فالموقع هو موقع جيد ويمكنك الاستثمار فيه والربح من خلاله. كما تلاحظون هنا فيديوهات خاصة بشركة فريدوم تشرح لك جميع المزايا الموجودة في الموقع التي ربما تحب معرفتها. هنا مجموعة من الأقسام يمكنكم تصفحها ومعرفة سياسة الموقع. إذا وبعد الذهاب إلى قناتنا على اليوتيوب ورفع الفيديوهات ستلاحظون أن في قسم الاستثمار سوف تجدون خيارات متعددة وكثيرة عكس جوجل أدسنس. كما تلاحظون هنا هل تريد الاستثمار في جميع البلدان
أو عدم الاستثمار في جميع البلدان أو فقط في بعض البلدان. يعني جميع الخيارات هنا تجدونها. ثم تنضاف هنا خاصية أخرى ربما هنا كما تلاحظون. هنا نوع الفيديو الذي تقوم برفعه، هل هو فيلم، هل هو فقط حلقة من أو ويب. يعني جميع الأشياء هنا سوف تجدها. إذا وفي الأخير وكالعادة لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة الخاصة بنا لكي تتوصلوا بجديد الفيديوهات الخاصة بنا، وكذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك قريتك، والدخول إلى مدونة الإلكترونية التي يوجد بها مجموعة من الدروس والحلقات. وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة إن شاء الله.